الوضع حرج جدا في سد وادي المخازن. واش فراسكم باللي نسبة الملء وصلت ل 140%؟ هذا الرقم المرعب خلى السلطات تبدا عملية التفريغ الأوتوماتيكي الاستعجالية. مدينة قصر الكبير اليوم كتعيش ليلة بيضاء والترقب سيد الموقف. واش حنا قدام فيضان تاريخي؟ شوفوا شنو واقع دابا. حقيقة سد وادي المخازن وصلت ل 945 مليون متر مكعب، وهو رقم قياسي ما شهدوش السد من سنين طويلة. هذا الضغط الكبير خلى المنظومة الأوتوماتيكية للسد تبدا تخلص من الفائض باش تحافظ على سلامة المنشأة. الساكنة في محيط السد وفي قصر الكبير مراقبين الوضع دقيقة بدقيقة، والسلطات في حالة تأهب قصوى لأي طارئ. واخا التفريغ جاري، لجنة اليقظة كتحاول تسير العملية بذكاء باش ما يوقعش فيضان مفاجئ للدواوير، ولكن الحذر كيبقى واجب، خصوصا مع استمرار النشرات الإنذارية. هذا الخير ديال الشتا كينعش السدود ولكن كيمتحن البنية التحتية ديالنا. نتوما من القصر الكبير او النواحي، قولوا لنا كيف دايره الاوضاع عندكم دابا؟ واش واد لوكوس بدا كيطلع؟ بارطاجيو هذا الفيديو مع كاع الناس اللي في الشمال باش يردوا بالهم. تابعوا اخبار اليوم تي في للتغطية المستمرة.